مفاجآت بالجملة ونهايات هتصدمك وعمرك ما كنت تتوقعها. فلو فاتك اللي حصل في الحلقة ال 14 وال 15 من مسلسلات رمضان، تعال أقول لك إيه اللي حصل في الحلقات الأخيرة لمسلسلات ال 15 حلقة. طبعا نهاية مسلسل أشغال شقة جدا كانت مفاجأة وصدمة للأبطال ونفسهم، وده لما عربي شغل دماغه وحب إن الدكتور حمدي يقعد معاهم في مصر وما يسافرش. راح بلغ عنه في قضية ممكن يلبس فيها 15 سنة سجن بتهمة إتلاف قطع أثرية، وده كمان بتوصية من مامته درية علشان يفضل جنبها وما يسيبهاش لوحدها. وطبعا قبل ما يسافر حمدي أنقذ عالم التمثيل من مراته ياسمين بخطة مع المخرج فادي. أما نهاية مسلسل 80 باكو فكانت سعيدة ومفاجأة. أول حاجة بوسي بتحاول تدفع القرض بتاع لولا علشان ترجع تفتح الكوافير من جديد، وبعدها بتشاركها فيه بعد ما بتنقذ مشروع عمرها من الضياع. أما محمد لطفي فبيروح يطمن على لولا ويطلب إيديها للجواز، وفعلا بيعملوا فرح ويتجوزوا. ولما نروح بقى لنهاية مسلسل الكابتن فبينجح الكابتن حسام في تنفيذ طلب شاكر آخر أرواح ركاب الطيارة، وقدر يخلي محمد عبد الرحمن نجم مشهور. وبينتهي المسلسل بنهاية سعيدة، وهي جواز حسام وسما وخطوبة جدته أسرار، وكمان خطوبة ابن خالد سما. لكن نهاية مسلسل ولاد الشمس هي اللي وجعت قلوبنا بجد، وكانت الأصعب برغم من إنها الأجمل ومؤثرة أكتر. بعد ما بيموت مفتاح بين إيد أخوه وصاحب عمره ولعة وهم زعلانين من بعض، بيقرر ولعة ما ينامش الليلة دي إلا لما يجيب حق أخوه، وبيروح لياسين ويهدده علشان يعرف مكان عمه ماجد اللي هرب من الضرب ومساعدة عبيد، وفعلا بيعرف مكانه ويروح له ويسلمه للشرطة. أما عبيد فبيلوم نفسه على اللي حصل لقطايف ومفتاح بسببه، وفي النهاية بيحقق ولع الحلم اللي جمعه بصاحبه، وهو إدارة دار الأيتام بعيد عن عالم الجريمة والممنوعات. وافتتح بازار الشمس لعرض المشغولات اليدوية اللي بيعملها الأطفال، ده غير مكتبة قطايف للكتب ومركز لتدريب الملاكمة. وبيقرر يسمي مولوده الأول من سحر على اسم مفتاح. أنت فاكر إن المسلسل انتهى على كده؟ لا، ده النهاية الأجمل كانت بعدها، وده عن طريق عرض فيديو وثائقي لنماذج حقيقية من الأشخاص اللي اتربوا في دار أيتام وقدروا يحققوا أحلامهم. أما نهاية مسلسل النص فقربت، وبنشوف إن بحيلة ذكية جدا قدر عبد العزيز النص يهرب من سجن الإنجليز، وده عن طريق طاجن بامية حط فيه منوم للعساكر. ومش بس كده، لا، ده كمان بيخطط لعملية جديدة. ومن النص نروح لأسعد اللي كان مفاجأة الحلقة ال 14 من مسلسل قلبي ومفتاحه، اللي راح لبيت عزت وخده البيت ميار وطلب عشاء علشان ياكلوا سوا. وطبعا كل ده كان لعب بأعصابهم وأعصابنا احنا كمان بطريقة تفكرنا بفيلم موعد على العشاء. هو همم إنه قرر يصالح عزت علشان بعدها يكتشفوا إنه عارف كل حاجة. وبعد هروب عزت وميار وابنها من طليقها أسعد، قرر يكشف خبر جوازهم وبلغ مامته والمقربين منه. وبعدها قرر يرجع القاهرة تاني، وأكيد هتكون مستنياه مفاجأة غير متوقعة بعد تهديد أسعد ليه ولخاله. أما المواجهة الأصعب فكانت بين نجلة وإخواتها في مسلسل إخواتي، بعد ما عرفت اللي عملوه تحقيقهم لأحلامها وشكت إنهم ورا قتل ربيع، لكن بيوهموها إن الحادثة كانت مش متعمدة. لكن هي بذكائها قررت تلعب بأعصابهم وقالت لهم إنها شافته في حلمها، وبتبوظ خطة سهى في تهريب الألماظ وبتاخده تشيله في الفستان اللي بتكون لابساه على المسرح وقت العرض. لكن نايت بتعيش في حزن بعد ما بتيأس من تبني طفل بسبب نتيجة تحليل المخدرات الإيجابي لجوزها فرحان. ولو فوتت أحداث أي يوم تاني ما تنساش تدخل ستوري بالعربي وهتعرف إيه اللي حصل بالتفصيل.